السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكوبيبة الغمراوي بطريقة كده سهلة ان شاء الله، وكل مقاديرها موجودة عندنا في البيت وهنعملها. الكوبيبة دي بتبقى جميلة جدا، نفس مقادير كفتة الرز، بس طبعا بتختلف عنها في حاجات يعني هنقولها واحنا شغالين ان شاء الله. معانا حوالي نص كيلو لحمة، معانا حوالي نص كيلو رز مغسول ومنقوع متنشف. هنبدأ بقى ننزل بيه كده على اللحمة، ومعانا كمان بصلاية، معانا نص راس توم، وكمان بقدونس او خضرة الموجود عندك، معانا واحدة مرقة، هناخد بقى التوابل، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، وكمان رشة سكر، وطبعا الملح منساهوش، معنا كمان السبع بهارات، هناخد رشة قرفة، وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه. هنقلب كله كويس كده، نبدأ بقى ناخد الكبة بتاعتنا ونضرب كل ده فيها، هناخد بقى شوية بشوية. طبعا الرز مش هيتفرم جامد، يعني هيتكسر كده، بعكس كفتة الرز طبعا بنبقى نطحن الرز جامد، بس كده مش هنتقل على الكبة. وبعد ما ضربناها في الكبة زي ما احنا شايفين اتسمغت اهي، هناخد بقى نص معلقة بيكربونات صودا اللي هي الكربونات، ونرشها كده عليها، ونقلب. بالشكل دوت. هناخد بقى طبق فيه شوية زيت، ونبدأ بقى نغسل ايدينا كده. معانا صينية او حلة انا اقطع فيها طماطم على فلفل على بصل، وهنبدأ بقى عفوا ناخد بقى من العجينة دي ونبدأ نعملها كده
زي الطعمية. نبدأ كده نساوي الحروف. نبدأ بقى نرص على الطماطم والخلطة اللي احنا عاملينها دي. نحط ايدينا زيت. نحاول كده نخلي الأطراف كلها مساوية بالشكل دوت. كل مرة كده حاولي تغطي ايدك زيت. هكمل باقي المقدار علشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا في الوقت دوت احنا مجهزين شوربة على النار بتغلي، وتكون كده شوربة دسمة كده تبقى حلوة. زي ما احنا شايفين ده المقدار كله اللي انا عملته. هنبدأ بقى ننزل عليها بالشوربة المغلية، وهنشوف طبعا لو الشوربة عندك مش دسمة قوي حط لها معلقة سمنة علشان تكون دسمة كده وحلوة معانا. هنبدأ بقى نضيف عليها الشوربة، وده شكلها كده بعد ما ضفت لها الشوربة. هنبدأ بقى نرفعها على النار لمدة ساعة الا ربع، وطبعا هنغطيها. انا ما ضفتش ملح تاني لان طبعا الشوربة او المرقة فيها الملح بتاعها كفاية، فهنغطيها بقى ونشيلها ونرفعها على النار طبعا سخنة. بعد ساعة الا ربع ان شاء الله هنطفي عليها ونشوفها. بعد ما استوت زي ما احنا شايفين شكلها، هنبدأ بقى عشان نحمرها. ممكن تتاكل مسلوقة وممكن تتاكل متحمرة، ده على حسب رغبتك انتي. معانا واحدة بيضة على حسب الكمية اللي هتحمريها. هناخد معاها شوية من الفلفل الاسود، ناخد كده رشة فلفل اسود عشان البيض والزفارة. هناخد كمان رشة ملح مش كتير على قد البيض كده. وهنضرب البيض وهناخد معاه شوية نص كوباية لبن ونضرب كده. معانا بقى الزيت على النار. نبدأ بقى ناخد الكوبيبة بتاعتنا وننزل بيها في البيض، ونروح بقى على الزيت وننزلها في الزيت ونحمرها. زي ما احنا شايفين هنبدأ بقى نخرجها من الزيت. على طبق فيه رشة بقدونس كده. نبدأ بقى نخرجها كلها. ودي شكل الكوبيبة بعد ما اتحمرت. مش عايزة اي حاجة خالص، انا حطيتها شوية بقدونس تحت بس كده. تعالى بقى ناخد شوية كاتشب حر كده،
وده كان فيديو النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.